السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا بقى في رحلة جديدة. مكان احنا رحنا قبل كده مع بعض، بس المرة دي اوريه لكم بعد لما اشتغل، وهقول لكم كل التفاصيل اللي فيه وازاي تحجزوا، وكمان عيوبه ومميزاته وكل حاجة، حتى الطريق وانتوا ماشيين هتمشوا ازاي. احنا رايحين النهارده مارسيليا بيتش فور في الساحل، سيدي عبد الرحمن، الكيلو 124. هنعدي من البوابات بتاعه الساحل، وبعد كده هنطلع الكوبري اللي قدامنا على طول ده، هنطلع وهننزل من عليه. هاخدكم معايا بقى في الطريق، علشان كمان اللي حابب يروح من غير GPS هيمشي مع الفيديو كده وهيعرف يوصل ان شاء الله. بعد كده هنلاقي يافطة فوق مكتوب عليها طريق العلمين القرى مرسى مطروح. هنمشي في الاتجاهات اللي رايحة فيها، وهنلاقي كوبري تاني هنطلعه. نركز بقى في الكباري دي كويس جدا. هناك هناخد يمين الكوبري في تاني شمال، وبعد كده هنلف مع الصينية. هتلاقوا بقى دوائر كتير كده، هتمشوا زي ما احنا ماشيين. خدنا شمال في شمال، وبعد كده هنمشي على طول، مش هنمشي في الاتجاه الشمال التاني، لا هنمشي على طول. هنفضل بقى ماشيين في الطريق ده كده دايركت، مش هنطلع ولا هننزل من كباري ولا اي حاجة. هنفضل ماشيين في الطريق ده دايركت. هقول لكم هنعدي على ايه لحد لما هنوصل للقرية. بعد ما بننزل بنلاقي بقى على ايدينا اليمين كده كل القرى السياحية، وده الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هو طريق القرى البطيء، عشان عايزه اقول لكم ان احنا بنمشي فيه بس السرعة فيه بتبقى بطيئة. هنعدي على مارينا وابراج العلمين، وهنفضل ماشيين كده. واهم حاجه ما تطلعوش ولا كوبري ولا تغيروا الطريق بتاع القرى ده اللي هو السير فيه بطيء، علشان ما تتلخبطوش. طيب انا بعمل لكم الفيديو ده ليه؟ بعمل لكم الفيديو ده لاني بشوف ناس كتير جدا اتنصب عليهم، وهقول لكم في اخر الفيديو ازاي انا اجرت مع مين، علشان تروحوا عن طريق ناس مضمونين وما تدفعوش فلوسكم لاي حد. هنفضل ماشيين لحد ما هنلاقي على ايدينا الزهرة العلمين، اللي هي لسه بتتفتح، بس موجود فيها مول كده في الاول مليان بقى كافيهات ومطاعم وكده. هنلاقي اليافطة بتاعت مارسيليا في الاتجاه اليمين ده. هندخل في الشارع ده، والشارع ده اكتر حاجة انا مش بحبها في القرية. هتحسوا ان انتوا كده مخطوفين او رايحين في مكان نهايته مش كويسة من كتر ما هو مش مهتمين بيه. والشارع ده اكتر حاجة اكتر عيب في القرية دي. هتفضلوا ماشيين لاخر الشارع ده لحد لما هتوصلوا للقرية. طيب انتوا حجزتوا او اجرتوا عن طريق الناس اللي انا هقولكوا عليهم، او عن طريقي منهم؟ هتوصلوا بقى لحد القرية، هتكلموا حد من اللي انتوا اجرتوا منه في التليفون، او الناس اللي انا هقولكوا عليهم في الاخر دول. هتكلموهم الاونرز اللي موجودين جوه، هيطلعوا لكم حد يدخلكوا للإدارة. الإدارة موجودة هنا في المبنى اللي جنب البوابات ده، والمبنى ده فيه السوبر ماركت، وفيه بتاع سمك، وفيه فطير، وفيه كريب، وفيه مطعم فول وطعمية كمان. هتدخلوا بقى الإدارة، تخلصوا الإجراءات بتاعة استلام الشاليه، وتدفعوا باقي الفلوس اللي انتوا مأجرين بيها، وهتاخدوا منهم بريسلت زي دي كده. هتستلموها لكل الأفراد اللي داخلين الشاليه، سواء أطفال أو كبار. هيطلع معاكم حد من الإدارة يوصلكوا لحد باب الشاليه، ويسلمه لكم، ويديكوا المفاتيح والباص بتاع البحر، والكارت بتاع المية والكهرباء، وكل حاجة بتخص الشاليه هيسلمها لكم. شايفين الجولف كار اللي قدامي دي؟ الجولف كار دي طول اليوم ماشيه في القريه، اللي مكتوب عليهم ارقام من ورا دول بيبقوا مجاني، بيوصلوكوا للبحر وبيرجعوكوا من البحر كمان. لو علشان الشاليهات بتبقى بعيده شويه عن البحر، بتبقى في بدايه القريه. طيب انا هلف، هتلاقوا اللفه طويله شويه مع ان الشاليه جنب البوابه، ولكن هم السنه دي عملوا حاجه خطيره في القريه. عاملين القريه كلها السير في اتجاه واحد، علشان عاملين مطبات كتير قوي. والمطبات دي اللي هي اللي بيبقى فيها شوك من تحت، اللي هو لو عربية ماشية عكس العجل بتاعها هيفرقع، فلازم اجباري نمشي في الاتجاه الواحد اللي هي عاملاه القرية. وده بقى علشان العربيات اللي بتجري، وبيبقى فيه ولاد بيلعبوا مثلا، او في ولاد بيبقى طالعين بالبيتش باجي او بالعجل، فيبقى امان للولاد دول. وكمان علشان تجنب الازدحام يعني اماكن معينه كده كان بيبقى فيها ازدحامات السنه اللي فاتت. السنه دي مفيش الكلام ده خالص، عربيه بتبقى ماشيه ما بيعترضهاش اي حاجه. كده احنا وصلنا للشاليه. الشاليه كان جنب المسجد بتاع القريه، وزي ما قلت لكم المسجد ده مكيف،
كان قريب جدا من الشاليه. دخلنا بقى استلمنا الشاليه. الحقيقه انا ما كنتش صورت وقت استلام الشاليه لاني كان معانا شنط كتير وكركبه، لكن ده صورته لكم في وقت تاني بعد ما قعدنا بقى وارتحنا ورصينا شنطنا وفرشت ملاياتي وطلعت حاجتي وكده. ده الشاليه عاملين فيه المطبخ مفتوح في الريسبشن، ودي ترابيزه السفره. في الكنب ده بيتفتح سراير، الكنبتين الاورنج دول بيتفتحوا سراير. وده كان الحوض. تعالوا بقى نشوف الشاليه ده بيطل على ايه. كل الشاليهات اللي في مارسيليا غالبا بتطل على البول، يعني كل مجموعة شاليهات كده. هخرج دلوقتي واوريكم بالتفصيل. كل مجموعة شاليهات بيبقوا عاملين زي دايرة كده، وبيبقى في وسطهم حمام سباحة بيخدمهم. الشاليه اللي انا كنت واخداه ده شاليه ارضي، وغالبا الشاليهات الارضي بتبقى اغلى من الشاليهات اللي بتبقى دور اول او تاني او تالت. دي كانت اوضة من الشاليه، كان فيها سريرين ودولاب، وبرضو بتتفتح على الجاردن من البلكونة. طبعا الشاليه كله مكيف، وغالبا هم كل الشاليهات اللي موجودة بتبقى مكيفة ونظيفة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده الفيو بتاع الأوضة برضو من بره، بتطلع على البلكونة ومنها للجاردن، ومنها برضو لباب الشاليه اللي هو بتاع الريسبشن. هنا بقى التويلت. هي الشاليه ده كان بتويلت واحد، في كمان شاليهات بيبقى فيها 2 تويلت للناس اللي بيبقوا رايحين عدد ومحتاجين 2. دي كده الأوضة التانية. زي ما قلت لكم انا كنت فرشت بقى ملاياتي ورصيت حاجتي، وبرضو الأوضة دي كمان مكيفة، بس هي كانت صغيرة شوية. يعني الشاليهات او النموذج ده من الشاليهات بتبقى الأوض فيه الأوضة الماستر فيه صغيرة شوية. طلعنا بقى هنا الجاردن، بيبقى فيه قاعدة، وغالبا الشاليهات اللي بتبقى بجاردن بيبقوا حاطين لكم فيها شوايه لو انتوا حابين ان انتوا تشووا هناك. شايفين الشاليهات كده عاملين دايره كده حواليها، وفي النص بيخدمها حمام سباحه، وبيبقى قاعد فيه حمام السباحه ده طبعا جارد علشان الولاد لو انتوا سايبينهم ينزلوا لوحدهم. انا كنت بسيب بنوتي صغيره بتنزل لوحدها لحد لما نجهز علشان نروح البحر. تعالوا بقى نطلع كده على البحر. انا مصوره لكم او مقسمه لكم التصوير كذا يوم في كل حاجه يعني، وفي كل الاسئله اللي انتوا اعتقد هتبقوا محتاجين ان انتوا تسالوها. لو انتوا جايين بقى من غير عربيه، المكان اللي انا واقفه فيه ده بيقف فيه بيبقى فيه يعني موجود فيه الجولف كار اللي بيكون مكتوب عليها ارقام، والمكان اللي هو على ايدي اليمين ده كمان بتاخدوا الجولف كار لحد البحر وبتوصلكوا لاقرب نقطه للشاليه اللي انتوا نازلين فيه. احنا كده رايحين البحر. هنروح النهارده الشط الهادي اللي علشان الناس كلها بتشتكي من الزحمه اللي موجوده في البيتش بتاع مارسيليا بيتش 4. يا جماعه انتوا كلكم المستاجرين ليهم بوابتين، انا بلاقي كل الناس متكدسه في بوابه واحده وسايبين البوابه اللي في الاخر خالص سايبينها محدش داخل فيها. انا مشيت في جنب السور اللي هو الناحيه الشمال من القريه، تمشوا جنبه للاخر. شايفين على ايدي الشمال كده الفلل، كل ما قربنا للبحر بيبقى موجود الفلل والقصور. فالناحيه الشمال خالص من القريه هتمشوا لاخرها هتلاقوا برضو في شط هنا للمستأجرين من تقسيمة البحر. يعني البحر متقسم 5 بوابات، 3 للملاك و2 للمستأجرين. الشط ده غالبا الناس مش بتروح فيه وكلهم متكدسين في شط واحد، علشان كده انتوا حاسين بالزحمه. لكن اللي بيحب القعده الرايقه والهدوء والروقان يروح الشط ده. هنا في الاخر كده في ملعب كوره، وكمان في جراج للعربيات لو حابين تدخلوا العربيه بتاعتكم. وده الشط، شايفين الحبل ده كده، ده فاصل بين شط الملاك وشط المستأجرين. نفس اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا. ولو انتوا حابين تنزلوا البحر اللي في الملاك هتدخلوا من البوابه بتاعتكم وتنزلوا عادي البحر بتاع الملاك، ما فيهاش مشكله. لو حابين تستخدموا او تلعبوا في الالعاب اللي حاطينها عندهم او تستخدموا الاكتيفيتيز اللي موجوده جوه برضو عادي، بتدخلوا من البوابه بتاعتكم وبتدخلوا عندهم من ناحيه البحر عادي، ما فيش اي مشكله. شايفين الدنيا رايقه وهاديه خالص. اليوم ده كان يوم في وسط الاسبوع، كان يوم 4 غالبا او خميس، كان يوم 4 تقريبا. شايفين الدنيا هاديه ورايقه، وهنا الشط ده مفيهوش فعلا حد.
اللي حابب بقى يتصور، اللي حابب يقعد قاعدة في مكان هادي كده ومفهوش زحمة، هنا كان القعدة لطيفة جدا، ووقت ما هتروحوا هتلاقوا قعدات. لكن بقى الناس كلها مفكرة ان الشط مثلا الخاص بالمستأجرين او البحر الخاص بالمستأجرين ده هو اللي هناك اللي ناحية البول الكبير، بس لأ، ده بيبقى هادي ورايق قوي، والمية فيها هوريها لكم دلوقتي. علشان الناس اللي قلقانة بيقولوا البحر بيقفل، بيقولوا فيه موج عالي، انا كنت موجودة من 23/7، قعدت 5 ليالي تقريبا، 5 ليالي او 6 ليالي، انا مش متذكرة بالظبط. في الوقت اللي كان كل البحور فيه مقفولة يعني، لا الدنيا هنا ما كانتش مقفولة خالص. وهوريكم كمان البحر كان، بصوا الموج فيه مش عالي وهادي، والناس كلها نازلة ومفيش اي مشكلة. شايفين بقى دي طيارات كده بيعملوا بيها اعلانات في يعني شركات وكده بيعملوا اعلانات، برضو حبيت ان انا اوريها لكم. الفيديو هيبقى طويل شوية، بس انا فعلا مش سايبة اي تفصيلة غير لما قايلها لكم. طبعا في كل شط يعني بيبقى عليه حمامات بتخدم الشط ده، وكمان في دش لو حابين يعني تاخدوا دش كده بعد ما بتخلصوا ما تطلعوا من البحر، عشان المية المالحة ده لازم طبعا بعد ما بتطلعوا من المية. ده كده بوابة من بوابات الملاك. في هنا كافيهين برضو بيخدموهم، وبرضو عندنا احنا برضو بيبقى في كافيهات بتخدم الشط عادي مفيش مشكلة. في ناس اهي بتلعب عادي، اللي حابب يدخل يلعب او اللي حابب يستخدم الالعاب الفوم اللي بتبقى جوه هنا، او يلعب اللي انا مصوراها دي عادي، بتدخلوا من البوابه بتاعتكم عادي، وبعد كده بتمشوا من خلال الشط وتدخلوا جوه. برضو مفيش حد بيقول لكم حاجه، ولا حد بيقول لكم لا ممنوع ما ينفعش تيجوا هنا، ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. او اللي حابب يجي يتصور برضو مفيش اي مشكله. دي بوابه برضو من بوابات الملاك، دي بوابه 2 من بوابات الملاك. هصور لكم بقى كل الكلام ده في الويك اند، واوريكم الزحمه فعلا موجوده ولا لا. حمام السباحه، ومن التعليمات بتاعه القريه ان اللي طالع من البحر لازم ينزل كل الرمل اللي عليه في الدش كده، ويشطف جسمه كويس قبل ما ينزل البول علشان ما يدفعش غرامه، وتفضل الميه بتاعه البول نظيفه. دي كده القعدة عليه، الناس كلها قاعدة والدنيا تمام. دي كده عربية اسعاف بتبقى موجودة طول اليوم، وفيها دكتور لو اي حد تعب، اي حد اغمى عليه، اي حد محتاج دكتور. حتى فيها خدمة توصيل، وانتوا داخلين كده من القرية تصوروا اليافطة اللي محطوطة جنبها، فيها برضو خدمة ان الدكتور ممكن يجيلكوا لحد الشايلة وحد تعبان ومش قادر ينزل برضو بقى، بس دي بقى طبعا بتبقى خدمة مدفوعة يعني. ده كده بقى اتجاه البحر بالليل. وتعالوا بقى نروح نشوف السهرات او الاعداد بتبقى شكلها ايه في وسط الاسبوع. انا هصور لكم في وسط الاسبوع، وهصور لكم برضو في الاخر في اخر الاسبوع او في الويك اند الدنيا بتبقى شكلها ازاي. بالليل بقى بيبقى فيه الالعاب اللي انتوا شايفينها في الجنب دي كده، برضو دي ممكن لو الولاد حابين يلعبوا يعني تطلعوهم يلعبوا هنا. دي اعتقد دي خدمة مدفوعة. وجنبها على طول بيبقى فيه تأجير العجل والبيتش باجي، برضو هوريكم هصورهم لكم دلوقتي بالتفصيل. وده كده الطريق للبحر، ده الطريق ده كل الموجود على الجنبين دول كده، وفي اللاجون اللي في النص دي بتبقى فيلل. او انتوا داخلين هتلاقوا عربية الايس كريم، وهنا ده المدخل بتاع البحر وبتاع البول، او المكان بقى اللي بيبقى فيه السهرات والاعداد بالليل. بالليل الناس تيجي تقعد على الشезلونجات دي، بيقعدوا كده يستجموا، اللي حابب يقعد بقى في هدوء ماسك الموبايل بتاع قعدة هادية يجي يقعد هنا. لو مش حابب القعدة الهادية بقى فاحنا عاملين ففي بقى مكان تاني كده فود كورت كده بيبقى موجود فيه كل العربيات اللي كانت منتشرة السنة اللي فاتت على البحر كده متفرقة، جمعوها كلها في مكان. سينابون، داكس، روكسي، بطاطس وزلابيا، سيركل كي، كل دول موجودين هنا شايفين. وبيبقى معمول بقى زي سينما كده، وحاطين قدامها بين باجز وترابيزات وكراسي للناس اللي هتقعد تاكل. اي حد حابب يقعد بيتفضل يقعد مفيش مشكله. وبيشغلوا فيها افلام كلها جديده. وفي طبعا كافيهات موجوده على البحر برضو عادي، عايزين تدخلوها بتدخلوها عادي. احنا جربنا اول يوم رحنا جربنا الكافيه ده اسمه كوفي مانيا. ده رحنا قعدنا فيه
يعني القعدة فيه لطيفة، والأسعار فيه بتبدأ من 60 جنيه لحد 150 جنيه. ده بالنسبة للمشروبات. برضو حاطين بين باجز كده في الأرض، وحاطين ترابيزات صغيرة، وبرضو عاملين شاشة عرض بيعرضوا فيها أفلام جديدة. طبعا البحر ان احنا نقرب منه قوي كده بالليل ممنوع، وبيبقى فيه جردات واقفين مانعين ان انت توصل لحد اخر البحر. هنا بقى الالعاب اللي وريتها لكم من شويه دي، تعالوا اصور لكم قدامها واوريكم العجل. و هنا بقى بيبقى موجود في عجل تأجير للعجل، والبيتش باجي والحاجات دي كلها موجوده. ودي السينما اللي قلت لكم عليها، اللي مارسيليا بتبقى عاملاها، بتعرض كلها افلام عربي وانجليش بالليل. وهنا بين باجز بتروحوا بقى تقعدوا، او تقعدوا على الكراسي وتطلبوا اكل زي ما انتوا حابين. ودي من السهرات يعني اللذيذه برضو، اللي هي مش دوشه قوي وحلوه. في كافيه تاني، الكافيه ده بقى بيبقى مشغل دي جي واغاني وهيصه كده، وبيبقى جنبه كيدز اريا. ممكن دي مجاني، الولاد بيدخلوا يلعبوا فيها لحد لما انتوا تاخدوا قعدتكم. وبيبقى فيه كمان هنا مشويات وفيه فطير. ودي كده اكشاك بتبقى منتشرة طول برضو الممشى ده، بيبقى فيها بقى حلويات والعاب. ولو انتوا عايزين تتسلوا بالعاب كوتشينة او شطرنج او كده، بتلاقوهم بيبيعوا الحاجات دي. المطعم ده اللي قلتلكوا عليه اللي جنب الكيدز اريا اسمه كروكوفادو. ده عنده مشويات وعنده باستا، عنده فطاير، عنده كل حاجة. طب زهقنا من القرية وحابين نطلع برا، هتطلعوا طبعا في هاسيندا بعد القرية على طول. ولو انتوا بقى عايزين مطاعم قريبة منكم، في بعد هاسيندا على طول في حمام عبده، وفي فطير الأنفوشي، وفي في بقى مطاعم كتير. وفي طبعا أسماك الجمهورية، وفي بقى بتوع سمك كتير، ومطاعم مشويات وحاجات كده هتلاقوها في الجنبين، سواء الناحية اللي احنا فيها أو الناحية التانية. في قبل القرية بقى في زهرة برضو، هنا في برجر وآيس كريم. والمكان ده بتلاقوه زحمة موت في الويك اند، يعني ده بيكون مليان شباب بقى في الويك اند. شايفين العربيات اصلا قد ايه. ده كده كان الويك اند. برضو دي ممكن تبقى خروجه لو انتوا حابين تغيروا القعده في القريه وحابين تروحوا مكان قريب. ده طبعا بس مجرد ما تخرجوا من الشارع الطويل اللي قدام القريه هتلاقوه على ايديكم الشمال على طول. تعالوا بقى نجرب يوم تاني وبطريق تاني. احنا بقى هنا مشينا اقصى يمين القريه، رحنا برضو من الطريق ده علشان اوريكم الدنيا هناك فيها ايه. برضو بتلاقوا باركنج للعربيات، وبعد كده بتدخلوا بقى الممشى اللي بيوصلكم للبحر. هنا كل البحر طبعا اللي من بره دي بتبقى قصور كبيرة، وفي متاح منها حاجات للإيجار على فكرة لو حابين. واللي على ايدي اليمين دي كده دي كباين، بتبقى معمولة على قد فردين بس. برضو دي متاحة للإيجار، بس أسعارها عالية جدا، لأن هي بتبقى عاملة زي نظام المالديف كده، بتبقى مفتوحة على البحر، وبيبقى موجود فيه جوه جاكوزي وحاجات كده. ده بقى الشكل بالنهار، دي الكيدز اريا بالنهار، وده المطعم اللي هو كروكوفادو. ودي البوابة بتاعة المستأجرين، في قبلها بوابة ملاك، وبعدين دي بوابة المستأجرين. هنا دخلناها. ده بقى الويك اند، شوفوا الزحمة بقى بتبقى موجودة في الويك اند قد ايه بيبقى. وده شكل المية برضو في الويك اند، اللي هو انا كنت سامعة ان في شواطئ كتير مقفولة، يعني ده اكتر يوم كان فيه ممكن الموج عالي، بس كانوا فاتحين الشاطئ عادي، لان مارسيليا فيها مصدات من الجنبين. شايفين مصدات هنا ومصدات في الناحية التانية، فالموج فيها مش بيبقى بالقوة اللي بتبقى موجودة في الشواطئ التانية. حابين تاخدوا بقى البنانة، ولا تاخدوا اي بقى الالعاب اللي بتبقى موجودة في البحر دي، هتلاقوا في اخر الشط هنا في ناس بتأجر الحاجات دي، برضو بتبقى بالساعة. ده كده برضو شكل البول الكبيرة بالنهار. ودي الجولف كار اللي بتوصل الناس. انا بحاول على قد ما اقدر ارفع الفيديو لفوق، علشان ما ببقاش عايزة اجيب وش الناس اللي بصورهم، علشان برضو بحافظ على خصوصيتهم. فاعذروني لو ساعات بتلاقوا الفيديو رفع لفوق كده، بس علشان مش ببقى حابة ان انا اجيب يعني او وش حد يبقى قريب من الكاميرا يبقى واضح في التصوير. ده بقى كده المكان اللي بره خالص، اللي ناحيه الاداره اللي قلت لكم عليه. هنا هتلاقوا مطعم بيتزا وكريب وفول وطعميه ومحل سمك. وده السوبر ماركت، هتلاقوا فيه فعلا زي ما بيقولوا كده من الابره للصاروخ، كل حاجه موجوده. والاسعار فيه زي الاسعار هنا، نفس الاسعار اللي احنا بنشتري بيها من هنا، مش عاليه، ما عدا الفراخ واللحمه واللحوم، هي دي اللي حاسه ان اسعارها اعلى شويه. حتى ادوات المطبخ هتلاقوها موجوده. هنا بقى طلعنا سهرنا كده بالليل. برضو شايفين القعدات شكلها بتبقى عاملة ازاي.
طيب ايه المختلف بقى في الويك اند؟ بيبقى شايفين الكافيه اللي هو كروكوفادو ده جايب دي جي، وجايب اللي هي العرايس الكبيرة دي بقى، وبيقعد يرقص الولاد الصغيرين، وبيبقى عامل زي حفلة كده يعني، بيبقى مهيص الدنيا قوي ده لو بتحبوا بقى الدوشة والهيصة وكده. لو انتوا بقى طالعين مجموعة كبيرة مع بعض هتنبسطوا قوي بالجو ده يعني، ولو معاكم خصوصا كمان شباب صغيرين كده اعدادي ثانوي هيتبسطوا قوي بالجو ده. ده كده كافيه من الكافيهات اللي هو الكروكوفادو ده، ممكن تطلعوا تسهروا تتعشوا كده، والولاد كمان يسهروا بقى في الهيصة دي. نفس الحكاية دي معمولة برضو في، هو عموما يوم الجمعة والخميس بيبقى مختلف شوية عن باقي الأسبوع، بيبقى زي ما قلت لكم زحمة أكتر، وكل الكافيهات غالبا بتبقى عامله حفلات زي الكافيه ده كده. ده الكافيه ده بيبقى في شاطئ الملاك، ده بقى القعده دي على البحر على طول جنب المارينا بتاعه القريه. برضو بيبقى فيه بين باجز كده وترابيزات وكده، وجايبين بقى دي جي ورقص وهيصه، ويعني للناس بقى اللي هم زي كده الاندر ايدج دول لحد الجامعه كده هينبسطوا قوي بالجو ده. لو معاكوا شباب او معاكوا اطفال هيتبسطوا جدا بالجو اللي بتبقى عاملاه القريه يوم الخميس والجمعه. وطبعا خلوا بالكم وانتوا بتحجزوا، لان النصب كتير جدا جدا على الفيسبوك، حتى بينصبوا بالكارنيهات بتاعه الملاك، بيبقوا اخدوها منهم وبينصبوا بيها. فلو انتوا حابين تطلعوا مصيف مضمون على ضمانتي انا الشخصيه، وانا بنفسي اللي ممكن احجز لكم كمان الشاليهات، بس اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم الناس اللي انا اتعاملت معاهم. هسيب لكم لينك الفيسبوك ولينك الانستجرام بتاعي، ابعتولي عليه وانا هقول لكم على طريقة الحجز، وهقول لكم ازاي تتواصلوا معاهم او توصلوا لهم عن طريقي.